بص يا اخواتي، الفيديو ده من غير صوت. لو عايزين الصوت هتلاقوا اللينك تحت في الوصف، ويلا مشاهدة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد، شرح فيديو النهارده هيكون ترند سهل وبسيط. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. شرح ترند النهارده هيكون الترند اللي انت شفته في اول الفيديو. لو عايز تعرف الشرح كمل مع الفيديو الاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة صلي على النبي في الكومنتات، ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في الشرح على طول. اول حاجة نفتح الانستجرام عشان نكتب على الصور اللي احنا عايزين نكتب عليها، وهندخل على الستوري زي كده ونضيف صورة ونكتب الكابشن اللي احنا عايزين نكتبه على اول صورة. ده كابشن عادي اللي احنا عايزين نكتبه. ولو عايزين نغير الخط يا اخواتي هندوس على الكلام زي كده وهنختار الخط اللي احنا عايزينه من الخطوط دي كده. هنختار الخط ده اللي انتوا شوفوا اللي انتوا عايزينه. بعد ما نظبط زي كده هنعمل حفظ للصورة ونضيف صورة تانية اللي احنا عايزين نكتب عليها كلام الأغنية بقى. ونضيف الصورة التانية زي كده يا اخواتي ونكتب كلام الأغنية. تابعوا معايا الشرح عشان الفيديو يطلع معاكم مظبوط، ومش هرجع معاكم كتير. تابعوا الشرح. بس كده يا اخواتي، دي هتكون اخر صورة هنكتب عليها. بعد ما نخلص الكتابة زي كده يا اخواتي هنفتح برنامج كاب كات عشان نظبط من عليه الصور وكل حاجة في الفيديو. نفتح برنامج كاب كات زي كده يا اخواتي، وهيظهر معانا بالواجهة دي يا اخواتي. هندوس على نيو بروجكت ونضيف الصور اللي احنا كتبنا عليها كلها. اضيف الصور وارجع لكم تاني على طول. وبعد ما ضفنا الصور زي كده يا اخواتي هنمشي كده على اليمين هنلاقي علامة كاب كات، هندوس عليها ونعمل ديليت زي كده يا اخواتي. وبعد كده هندوس على اد اوديو ونضيف الصوت من هنا. وبعد ما ضفنا الصوت زي كده يا اخواتي هنبدأ ان احنا نسمع حتة حتة ونظبط الثواني بتاعة الصور. لو عايز الثواني على طول ابعتلي على الانستجرام ابعتلك الثواني على طول. طبعا معايا الشرح عشان يطلع معاكم الفيديو مظبوط، تمشي معايا خطوة بخطوة. ولو في اي حاجة وقفت معاكم في الشرح كلموني على الانستجرام هرد عليكم على طول، او ابعتولي على التليجرام هرد برضه عليكم على طول. طبعا معايا الشرح، لو عايزين الثواني جاهزة على طول ابعتولي على الانستجرام هرد عليكم على طول. يلا بينا نكمل بقى الشرح. وبعد ما ظبطنا الثانية بتاعت اخر صورة زي كده يا اخواتي هنيجي في الصوت في الاخر هنشيل الصوت الزيادة زي كده. اهم حاجه نشيل الصوت الزياده عشان ما يبقاش في اي سواد في الصوره. وبعد كده ندوس على اول صوره ونختار منها انيميشن ونختار منها كومبو، ونبدا ان احنا نختار الافكتات او الفئات اللي احنا عايزينها. اول صوره نختار الافكت التاني بالظبط، والصوره التانية هنمشي كده على اليمين هنلاقي الافكت اللي هو اول واحد لونه اصفر ده هنحطه على اول صوره. وتاني صوره هتبقى بدوليوم 2 اللي هو الافكت التاني. وتالت صوره زي ما انتم شايفين كده هتبقى بدوليوم 1 برضه. ورابع صوره هتبقى الافكت التاني. وبس كده. بعد ما كده ندوس على علامة الصح ونخرج خالص. بعد كده ندوس على الماينس اللي بين الصور ده. وبعد كده هنمشي على اليمين خالص هنلاقي كلمة اسمها بلاك فيد هندوس عليها زي كده. دي الانتقال الاسود اللي بين الصور. ونحدد الصور كلها وندوس على علامة الصح. وبعد كده عايزين نضيف الفلاش الاسود هندوس على افكت على العلامة اللي عليها نجمة دي. وبعد كده ندوس فيديو افكت ويظهر معانا بالفتحة دي او الواجهة دي. هنمشي كده على اليمين هنلاقي حاجة اسمها بارتي هندوس عليها زي كده. وهننزل تحت هنلاقي وايت فلاش هي اللي انتوا شايفينها دي. ندوس على علامة الصح ونحددها بالظبط على اول صورة بس زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده دي هتكون النتيجة زي ما انتوا كده. وهنشوف الفيديو فيها حاجة عايز تعدل بنعدلها، مفيش اي حاجة بنسيب الفيديو على طول من فوق زي ما احنا متعودين في كل الفيديوهات اللي فاتت. وبس كده دي هتكون نهاية شرح فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. كده هنسيب الفيديو والفيديو هيتحفظ معانا على طول. ويا ريت لو عايزين اشرحات تانية اكتبولي تحت في الكومنتات او ابعتولي على الانستجرام او جروب التليجرام هرد عليكم على طول. وبس كده دي هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.